الفيديو ده مختلف خالص، علشان مش انا بس اللي هقول لكم اخر اخبار الاهلي، لا وكمان الزمالك، لا ومين اللي هيجي كمان يقول معايا الاخبار. جبت لكم النسخه الاهلاويه الصغيره، ويلا بينا نقول اخر اخبار الاهلي والزمالك مع بعض. طبعا هنبتدي بالاهلي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول خبر هبداه معاكم بيه وهو اصابه خالد عبد الفتاح بجزع في اربطه القدم. انا ما اعرفش هما بيعملوا ايه فيه في التمرين بصراحه. تقريبا كده، والله اعلم. هو حد بيرمي عليهم حاجه فوق من البرج؟ ما هو مفيش حل تاني. نخش على تاني خبر، وهقول انا اخبار الزمالك عشان أنا شبتت في اخبار الاهلي. نادي الزمالك يؤجل تجديد التعاقد مع محمود علاء لنهايه الموسم. وطبعا انتوا اوعوا تسالوا ليه، باينه قوي. حد ما يشوفوه هيعمل اسيست تاني يبقى في قضيه تاني ولا لا؟ النادي الاهلي يضع لمساته الاخيره في اعاره احمد عبد القادر الى نادي تركي. يا بختك يا احمد يا عبد القادر. يا بخت مين؟ يا بخت مين لا، يا ماما؟ لا، يا بخت مين يا ماما؟ يا بخت أفهمك، مين؟ أفهمك يا بس. بخت مين يا أفهمك حبيبتي؟ بس. يا بخت مين؟ الزمالك بيعلن إصابة لاعبه الجديد أحمد حمدي، اللي هو فاكرين اللي هم واخدينه من الأهلي، بإصابة في العضلة الضمة. اسلكوا لا تهلكوا. وبس كده. ودي كانت آخر أخبار النادي الأهلي ونادي الزمالك، وبإذن الله الدوتو ده مش هيتكرر تاني.